في ناس مقشفه ومستفزه بيسالوني انت الاسعار في المطعم بتاعك غاليه عن بره كده ليه؟ احنا بنشتري باسعار اهدى من كده. بص يا حبيب قلبي، دي ازازه زيت لتر ولا 2 لتر مش عارف ب 170 جنيه، وده جيركن زيت 20 لتر مش عارف ب 500 جنيه ولا ب 550 جنيه. على الطلاق تحسوا الزيت اللي هو بنشتري زيت الطعام المستعمل، يلا يا ست البيت الكيلو ب5 جنيه. فانا ممكن اجيب لك من الزيت ده وممكن اجيب لك من الزيت ده اوفر لي وهبيع لك ارخص، بس هتاكل الاكل مزرنخ وطعمه زيت، انما ده هتاكل الاكل بيور يا غبي. دي ازازه خل بيستعملوها في التوميه والكولسلو وحاجات تانية، ودي برضو ازازه خل بيستعملوها في نفس التوميه ونفس الكولسلو وحاجات تانية. الفرق بين الازازه دي ودي حوالي 6 ولا 7 جنيه. انا ممكن اجيب لك المنتنه ديت، ممكن اجيب لك النظيفه ديت. زي البانيه مثلا، في كيس بانيه بيبقى كيلو بيديك 20 قطعه وب 55 جنيه، وفي كيس بانيه تاني نفس الكيلو وبيديك حوالي نفس ال 20 قطعه وب 90 جنيه. انا اجيب لك النضيف ولا المعفن؟ فانت ما تبقاش واخد على اكل الحمولي والسندوتش ابو 7 جنيه وتيجي عندي وتقول لي السندوتش بتاعك غالي شويه كده ليه؟ ولا انت اللي بتشتري كريب وتقول لي ليه كريب شاورما فراخ ب 55 جنيه؟ انت عمرك كلت كريب شاورما فراخ اصلا؟ المفيد احنا بنعمل اكل نضيف للناس النضيفه. الناس اللي هتقعد تهري وتسالني عن العنوان وكل التفاصيل هسيبها لكم في اول كومنت، ولينك المطعم سايبه في البايو. عايز صفحه المطعم تقب شويه كده، كله خش على اللينك اللي في البايو يا اخواتي. ابعد عليكم.